مين فينا وهو صغير ما كانش بيستنى فطار يوم الجمعة المميز من الأسبوع للأسبوع علشان ياكل الفول اللي بالخلطة والفلافل المخرفشة والعيش السخن؟ النهاردة احنا هنفتح صندوق ذكرياتنا علشان نعمل نفس الفطار اللي كنا بنفطره واحنا أطفال. لو أول مرة تشوفوني، أنا الدكتورة سهى. أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. هنبدأ بعجينة الفلافل. عندنا كيلو من الفول المدشوش المنقوع لمدة 12 ساعة ومتصفي كويس. هننزل عليه بقص ثوم، وهننزل عليه بصلاية واحدة خضراء بالخضرة بتاعتها، وربع حزمة كزبرة، وهنفرمهم في المفرمة مرتين على الوش الوسط. بفضل المفرمة عن الكبة بتنعم العجينة بتاعت الفلافل، وعجينة الفلافل بتبقى عجينة خشنة. هنفرمها مرتين بدون أي بهارات، بدون أي حاجة، وهي دي بس الخضرة، أقل خضرة تحطوه على عجينة الفلافل عشان العجينة ما تغمقش. هنبدأ نعبيها في أكياس عشان نحتفظ بيها في الفريزر ونبططها، واديكوا شايفين لونها بالظبط زي العجينة اللي بنشتريها من المحلات. هنبدأ نعمل الحشوة بتاعتها. عندنا معلقتين من الهريسة أو الفلفل الحامي المطحون، وهنحط عليهم معلقتين من الثوم، وهنضربهم في الكبة، ونحط عليهم في الآخر ربع معلقة من الشطة، ونقلبهم كويس وننزلهم في بولة ازاز ونغطي عليهم، ونبدأ نعمل الفلافل بتاعتنا. عجينة الفلافل هننزل عليها معلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة، ومعلقة كبيرة من الكزبرة الحصى، ومعلقة صغيرة من بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الملح. وانا بحب احط على عجينة الفلافل قليل من الشطة كده، فحطيت ربع معلقة شطة بيدي طعم حلو قوي للعجينة. وهنزل عليها بشوية مية واضربها بالمضرب الكهربائي. افضل انها تكون في حاجة عميقة كده علشان العجينة تظبط بسهولة معنا. حسيت ان العجينة محتاجة شوية مية، انها تقيلة شوية، فزودتها شوية مية لحد ما وصلت للقوام ده، وحسبها ترتاح. وهنبدأ نعمل الفول. هطحن معلقتين من السمسم، أنا كان عندي سمسم محمص. هنحطهم في الكبة بتاعتنا، وعليهم شوية زيت زيتون، وعليهم ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشطة. وهننزل عليهم بالفول بتاعنا، وواحدة من الفلفل الرومي، وهنضربهم. وده كده الفول بالخلطة بتاعنا خلص. هنبدأ بقى نقلي الفلافل بتاعتنا. جزء منها هنبدأ نحشيه بالحشوة اللي احنا عملناها، وجزء هنسيبه من غير الحشوة عشان تطلع لنا الفلافل بالريحة والطعم والشكل الرائع ده. فلافل فاتحة مستوية حلو قوي. وادي كمان المحشية. مش قادرة اقول لكم الفطار ده متميز قد ايه. اثار جوايا كل الذكريات الجميلة اللي مرت على الواحد في حياته وهو طفل. الفلافل روعة روعة روعة. العجينة صح جدا، أحلى من أي عجينة أكون ممكن عملتها في حياتي قبل كده. العيش البيتي الرائع السخن نخلي الفطار كله في حتة متميزة. وطبعا فناجين القهوة اللي باللبن زي ما كانت جدتي الله يرحمها بتعملها لنا. مش قادرة أقول لكم قد إيه الفطار ده رائع. أتمنى لو عجبكم فطار النهاردة إن انتوا تنفذوه وتعيدوا ذكريات يوم الجمعة، وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأن بجد يستاهل إنه يتعمل، ويستاهل نعيد ذكرياتنا. وبالهنا.